السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هنستهل النهاردة حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة كتير بتقول إزاي نجذب الحمام لينا على السطح من كل حدب وصوب، اللي هو البراري، اللي هي الحمام البراري اللي هو مش بتاع حد اصلا، اللي هو بيبقى على الاسطح، في الشجر، في الاراضي الزراعيه، مرمي في الابراج، في الشارع، في تحت الكباري. حمام بتاع ربنا، ملكه هو اللي دايره سبحانه وتعالى. ازاي يجذبوا النوع ده بكميات عندهم في قلب السطح، زي زمان ما كان الخواجه فيكتور عامل نفس القصة دي. فأنا هنقل لكم القصة بحذافيرها عشان أقول لك إزاي يكون عندك الكم الهائل ده. أنا شفت الحمام ده زمان في الجمالية في جامع الحاكم بأمر الله، اللي إحنا بنقول عليه جامع الأنور. تقدروا تدخلوا على اليوتيوب تكتبوا جامع الأنور الحمام في جامع الأنور، اكتبوا كده الحمام في جامع الأنور بالجمالية او بشارع المعز عندنا هناك. هتبص تلاقي فيه حمام لا يعد ولا يحصى، جميع الانواع، ما بهزرش، لان في انواع طارت من اصحابها وعششت في المسجد ده وولفت، يعني قعدت واتكسرت واتعاشرت مع اي نوع. والحمام بياخد اي حاجه، بيعشق بعضه بأي طريقة، مفيش نوع تقدر تمنعه يتجوز من نوع تاني. فالمهم يا سيدي الفاضل، إذ بي أتفاجأ بإني رحت عند واحد صديقي ولقيت السطح عنده مليان حمام بري، على زواجل، على أزايزة. بتوعك؟ لا مش بتوعي. جبتهم منين؟ انا عايز احكي لك قصه كده. ده هو اللي بيقول لي انا عايز يا بيرجو احكي لك قصه كده افهمك دول جم ازاي. طب ازاي؟ مفيش، جم بالاكل والميه. الطيور بتاعت ربنا دي بتبلغ بعض، العصافير بتبلغ اليمام، واليمام بيبلغ الحمام، والحمام بيعشش في المكان. والله العظيم هذا الكلام حدث. الطيور جنود الله بيبلغوا بعض، اقسم بالله، زي ما في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قالت نملة. يبقى بتتكلم اهي، بتتكلم اهي. لما كل شيء بيسبح بحمد ربنا يبقى بيتكلم اهو. بس احنا لا نفقه تسبيحهم، ما احناش فاهمينهم بيقولوا ايه، ولكن هم بيسبحوا بحمد ربنا ونعم بالله رب العالمين. فالطيور بتبلغ بعض وانا فاهم كده كويس. فهو حط ذرة وحط مسق ميه. اول ما نجاله العصافير اللي بتيجي كده جواله على الدش، تقف على السلك، تقف، نزلوا لقوا الميه ولقوا الاكل، كلوا، مشيوا. تاني يوم لقى العصافير هي ويمامتين 3. بعد اسبوع لقى العصافير ويمام وحمام، حمامتين 3 جايين، 5 6. بعد كده 12 13 15 25 300 500 1200. يا نهار اسود ومنيل بنيله، استغفر الله العظيم. ايه ده كله؟ ده خير يابا. فهل انت قد الخير ده؟ عشان هيجي ياكلك. انت عايز تعمل برج من لا برج؟ ينفع. وريتكم عندي حلقات الخواجه فيكتور، جاله حمام بينتظر يرمي الذره دي، خلاص ما بقاش عارف اي مكان تاني ياكل منه اللي عنده هو. فهو شايل نفسه هم، شايل نفسه هم ايه؟ هم الاكل يوماتي. يا ريت هم الميه كانت خلصت. هم الاكل يوماتي، لدرجه ان في واحد علاف، والله العظيم هذا الكلام حدث وحياة صيامي وحياة الشهر الكريم ده. واحد علاف مره عارف ان هو بيجيله حمام كتير على السطح، فاداله شوال رز 50 كيلو
والله العظيم الظاهر باظ عند الراجل، يعني صلاحيته انتهت، بقى غير صالح للاستهلاك الادمي. لقيت لك هو طالع بيه، البواب طلعهوله والناس طلعتهوله 50 كيلو عشان هو طبعا عجوز، ما انتوا عارفين الخواجه فيكتور. وبعدين قلت له 50 كيلو، قال لي ده اكل يومين بس. اتابيه كان بيدلق كل يوم للحمام ذره، وانا كنت شاهد على هذا الكلام، والله على ما اقوله شهيد. بين 10 ل 12 الريتم بيزيد كل يوم، لدرجه ان هو بقى يدلق عشرينات ومش مكفي. 20 كيلو ذره في قلب السطح، وبيجوا هجم ياكلوا، وشويه يمشوا وشويه يجوا، واللي كانوا جم مشيوا، واللي مشيوا جم وياكلوا زغللهم ويجوا تاني. ايه ده؟ فانت لو عايز تعشش حمام عندك بالمنظر ده، لا، الله الغني. لازم اقول لك ان الله الغني، اوعى اوعى، ما انتش قد اكلهم يا ابني. دول عايزين طحن عيش، وعايزين ذرة عويجة، ومية على السطح 24 ساعة. لو وفرت لهم المية، اطحن عيش، حط كده 10 صاجات مليانين عيش. عيش ايه؟ مطحون. تمام. وايه تاني؟ وصاجات فيها ذرة عويجة، كل صاج كده فيه 2 3 كيلو، 10 صاجات ب 30 كيلو. لان هيتلم عندك امة محمد يمام عصافير حمام هوب، وبعد كده الحمام هو اللي هيبتدي يجي يستناك فتدلق له بقى. تمام. فانت شوف، لو عندك الاستطاعة بتبتدي بمسق المية، بمسق المية. تمام. والعيش المبلول بشوية ذرة، عيش مفروك في المية، نشفته خلاص فرول، تدلق عليه شوية ذرة وتسيبه. ان جيت لقيته تاني يوم يبقى محدش كل، ان جيت ما لقيتوش يبقى بدأوا بقى يا باشا، وعيش حياتك، ومش هيتخرب بيتك ولا حاجة، ربنا هيرزقك ان كنت انت ناوي خير. وصلت؟ عايز تمسك منهم امسك، بس بلاش الكبار. لو غاوي امسك شبابات وزغاليل، صنفين بس. الانواع اللي تيجي معاهم امسكها، اللي هي الغالية، وامسك الزغاليل والشبابات. يعني لما تيجي الزغاليل اعمل لها مصيدة، اسمع اللي بقولك عليه، الخواجه كان بيعمل كده، وباعها او اتباعها او شحتها او اكل منها الغلابه اللي مش لاقيه تاكل حمام. اتصدق بقى، اعمل شغل بقى كده. وصلت؟ بس ما تمسكش اهالي عشان ممكن يكونوا بايضين او تحت منهم زغاليل. ها؟ عايز تمسك، هتمسك ايه؟ 3 اصناف: يا زغاليل بتصوصو او جسمها صغير، يا شبابات بعد ما تقلبها كده تعرف ان هي راميه ريش، ها، يا اما سوري، يا زغاليل وشبابات دول، وتمسك الصنف الثالث اي نوع جديد غير البري. واحلى مسا عليكم، واديني قلت لكم على الطريقه، ويعني على الله اللي عايز يعملها بقى يكون قد تكاليفها، عشان دي بيتين 3 مفتوحين مع بعض. ليلتكم زي الفل. اسامه بيرجو ترمس، كل سنه وانتم طيبين. احلى مسا عليكم، سلام.